تجربة سجن ستانفورد. ازاي السلطة كسرت بشر في 6 ايام. تخيل انك طالب جامعي عادي، لا مجرم ولا عنيف ولا عندك تاريخ نفسي، وفجأة تلبس زي رسم ويتحط في ايدك عصاية ويتقالك انت هنا صاحب السلطة. بعد ايام قليلة نفس الشخص ده يبدأ يذل ناس شبهه بالظبط. ايه اللي حصل؟ وهل الشر جوانا فعلا ولا الظروف هي اللي بتطلعه؟ الدكتور فيليب زيمباردو ما كانش بيدور على وحوش، كان عايز يعرف هل السجن بيخلق المجرم ولا المجرم هو اللي بيخلي السجن وحش، يعني الشخصية ولا البيئة. الإعلان كان بسيط خالص، مطلوب طلاب للمشاركة في تجربة نفسية عن الحياة في السجون، وهتاخد أجر يومي في الجامعة بتاعتك. تم اختيار 24 شاب من الجامعة. تم استبعاد أي شخص عنده اكتئاب وعنف مشاكل نفسية، يعني من الآخر كده ناس طبيعية 100%. التجربة كانت فين؟ كانت في قبو جامعة ستانفورد، اتحول لسجن حقيقي. زنازين ضيقة، أبواب حديد، كاميرات، ميكروفونات، والمساجين كمان لبسوا لبس موحد ورقم بدل الاسم وممنوع يقول اسمه. الحراس كانوا لابسين زي عسكري، نظارات سودة عشان يمنعوا التواصل الإنساني. عصيان دي رمزية للسلطة، ومن هنا بدأت اللعبة النفسية. الاعتقال الصادم اللي كتير ما يعرفوش، المساجين اتقبض عليهم من بيوتهم بجد، عربيات شرطة، تفتيش، بصمات، تصوير، كل ده عشان يحسوا ان الموضوع حقيقي. وفي اللحظة دي العقل بدأ يصدق. يعني تخيل طالب زميلك لابس لبس شرطة يروح يقبض عليك من بيتك زيك زي المجرم بالظبط. عقلك نفسه ابتدأ يصدق ان انت مجرم. اليوم الاول ايه اللي حصل؟ في الاول كانت اوامر بسيطة وتنظيم والتزام، الحراس نفسهم كانوا متوترين لكن السلطة لسه مختبرتش. تاني يوم المساجين اتمردوا، قفلوا الزنازين، شتموا الحراس. رد الفعل كان ايه؟ الحراس فقدوا السيطرة، خلعوا هدوم المساجين، حبسوهم حبس انفرادي، حرمان من النوم، اجبارهم ينظفوا الحمامات بايديهم، وده كله من غير اي تعليمات من البحاثين نهائيا. اليوم الثالث واحد من المساجين، صراخ وبكاء وهلوسة، فقدان احساس بالواقع، اضطروا يخرجوه من التجربة بعد 36 ساعة فقط، والباقي بدأوا يتكيفوا يتقبلوا الإهانة والشتيمة. ايه كان دور زيمباردو الخطير؟ المفاجأة زيمباردو نفسه دخل في دور مدير السجن، يعني العالم بقى جزء من المشكلة. ما شافش اللي بيحصل غير لما واحد من الباحثين قالت له انت نسيت ان دول بشر. التجربة توقفت ازاي؟ بعد 6 ايام من اصل 14 يوم. التجربة اتلغت مش عشان خلصت، لا، لكن عشان كانت خارجة عن السيطرة. التجربة دي علمتنا ايه؟ الدور الاجتماعي ممكن يمسح شخصيتك، والسلطة بدور رقابة خطر. الإنسان ممكن يؤذي وهو فاكر إن هو بينفذ النظام، وده نفس اللي بيحصل في السجون وفي الجيوش وفي بعض الوظائف السلطوية. يعني الطلبة اللي كانوا مساجين واللي كانوا أصلا حراس دول زملاء مع بعضهم، وكله روح بيته في الآخر. بس أول ما اتحط في موقف سلطة الشخصية الحقيقية ظهرت. المخيف مش في إن الناس وحشة، المخيف ان دي ناس عادية جدا ممكن تبقى وحشة لو اتحطت في المكان الغلط. السؤال ليك، لو كنت مكانهم كنت هتقاوم ولا الدور كان هيكسبك؟ ولو عايزين قصص من دي كمان حط لايك واشتراك وفعل زر الجرس.